بعد ما استوعبت صدمة الرسالة، قضيت أسبوع كامل وأنا مترقب. كل صوت جرس باب، كل رسالة على التليفون، كل طرقة خفيفة كانت بتخليني أقوم مفزوع. كنت حاسس إني داخل فيلم، بس المشكلة إني مش البطل، أنا المجني عليه اللي مش فاهم حاجة. وفي ليلة حوالي الساعة 2 بعد نص الليل سمعت صوت خبط على باب الشقة. فتحت الباب بهدوء وقلبي بيدق كأنه هينط من صدري. ما كانش في حد، لكن في صندوق صغير خشب محطوط على الأرض وورقة فوقه مكتوب عليها اسمي بخط مروان نفسه. دخلت الصندوق بسرعة وقفلت الباب ورايا. جوه الصندوق كان فيه مفتاح صغير صدي وفلاشة. فتحت اللابتوب وشغلت الفلاشة، فيها فيديو، صورة واحدة فقط لمروان، عيونه مليانة رعب، وبيقول بسرعة: لو وصلتلكوا دي يبقى عارفين إني عايش، بس مش بأمان. المفتاح ده يفتح حاجة في الشقة القديمة بتاعتنا في إمبابة. خد بالك، في ناس ممكن تسبقك، بس الحقيقة هناك. والفيديو بيقف فجأة. أنا وقفت مش قادر أتنفس. رجعت الكرسي لورا وبصيت في المفتاح. هل فعلا هو لسه عايش؟ وإيه اللي في الشقة دي؟ ومين الناس اللي ممكن يسبقوني؟ كل حاجة كان. بعد ما استوعبت صدمة الرسالة، قضيت أسبوع كامل وأنا مترقب. كل صوت جرس باب، كل رسالة على التليفون، كل طرقة خفيفة كانت بتخليني أقوم مفزوع. كنت حاسس إني داخل فيلم، بس المشكلة إني مش البطل، أنا المجني عليه اللي مش فاهم حاجة.